وبركاته. أنا سعد لو أنت أول مرة تشوفني. ففي السلسلة ديت إن شاء الله أنت بتتعلم أهم 1000 كلمة مستخدمة في اللغة الإنجليزية وبشكل طبيعي، والجمل أو القصص بتكون بشكل واقعي إن شاء الله، فما بتكونش أي قصص كده عشوائية وخلاص. فيعني بدون ما نضيع وقت إحنا بنبتدي أولا كده قراءة سريعة، بعد كده قراءة بطيئة، وبعد كده ببدأ أحلل لك النص من ناحية الكلمات والنطق، وبعد كده القواعد، وفيما بعد بدي لك مساحة إنك تقرأ ورايا. وكل مرة بتكون قصة مختلفة إن شاء الله. فلو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت يعني ممكن تبقى تتفرج عليها بعد ده أو قبل ده، مفيش أي مشكلة. طيب دلوقتي أولا كده احنا نبتدي القراءة بقراءة سريعة، فلو ما فهمتش ما تقلقش إن شاء الله تفهم بعد كده من القراءة اللي هي هتكون بشكل أبطأ شوية. On Friday I went to the mall with my friends. We looked at clothes and shoes. I bought a blue t-shirt and a pair of jeans. We also went to a coffee shop and drank iced coffee. Before going home, we took some funny pictures. It was a fun day. لو ما فهمتش من القراءة السريعة ما تقلقش إن شاء الله هتفهم من القراءة البسيطة اللي هقولك عليها دلوقتي. On Friday, I went to the mall with my friends. We looked at clothes and shoes. I bought a blue t-shirt and a pair of jeans. We also went to a coffee shop and drank iced coffee. Before going home, we took some funny pictures. It was a fun day. يعني القصة النهاردة لشخص راح المول هو وأصحابه يعني. فبيقول لك on Friday وديتي يعني بيقول لك في يوم الجمعة. On Friday I went to the mall with my friends. I went to the mall with my friends. أنا يعني المفروض لحد دلوقتي كده تكون يعني بقيت كويس جدا في نطق كلمة I went to. ما ينفعش تقولها I went to. I went to the mall with my friends. وخلي بالك I went to the يعني خلي بالك من صوت ال TH. وكلمة mall مش بقولها مول، هي mall. mall. I went to the mall. I went to the mall. هو الفكرة بس في صوت ال L هو صعب شوية، مش شبه ال L مش شبه اللام اللي موجودة في اللغة العربية، فخلي بالك منها. I went to the mall. I went to the mall with my friends. كلمة friends ما فيهاش دي، ما بقولش friends، هي friends. يعني يوم الجمعة رحت المول مع أصحابي. We looked at clothes and shoes. يعني بصينا كده على اللبس والأحذية. We looked at خلي بالك من النطق. looked at clothes مش بقول clothes، لا هي clothes. We looked at clothes and shoes. I bought يعني أنا اشتريت a blue t-shirt and a pair of jeans. يعني اشتريت تيشيرت أزرق وبنطلون. I bought a blue t-shirt and a pair of jeans. pair and a pair of jeans. We also went to a coffee shop and drank iced coffee. كلمة went to خلي بالك منها. وكلمة also مش بقولها also، هي also. صوت ال L تقريبا مختفي مش موجود أصلا، فبقول also. We also went to a coffee shop مش shop. We also went to a coffee shop and drank iced coffee. We also went to a coffee shop and drank iced coffee. يعني احنا رحنا لكوفي شوب اللي هو كان شبه القهوة يعني كافيه يعني، وشربنا القهوة المثلجة. Before going home we took some funny pictures. It was a fun day. Before going home كلمة before لو عاوز تستخدم بعدها الفعل لازم يجي بعدها الفعل اللي نضاف له ing. خلي بالك من النقطة دي تحديدا. Before going home we took some funny pictures. It was a fun day. يعني أخذنا صور كده يعني مضحكة، صور لذيذة يعني. We took some funny pictures. It was a fun day. وكان يوم ممتع. هنا الكلام اللي اتقال في القصة برضو في الماضي. خلي بالك من went to the mall، looked، bought، went to a coffee shop. We كمان took some funny pictures. It was a fun day. كلمة was.
خلي بالك من كل ده، القصص كلها في الماضي تقريبا، فخلي بالك منها. يعني لما تكون بتحكي عن حاجة أكيد هتحكي عنها في الماضي، يعني حاجة حصلت أكيد بتحكي عنها في الماضي. فخلي بالك من كل الحاجات ديتي مع بعض. أوكي. دلوقتي يعني عاوزك تقرأ معايا. On Friday, I went to the mall with my friends. We looked at clothes and shoes. I bought a blue t-shirt and a pair of jeans. We also went to a coffee shop and drank iced coffee. Before going home, we took some funny pictures. It was a fun day. Okay. Thank you guys for watching then. Thank you for watching and see you inshallah next time.